يا هلا، لسه جايه دلوقتي من كارفور، جبت مشتريات الشهر، فحبيت ان انا اصور معاكم فيديو واوريكم المشتريات اللي انا اشتريتها. طبعا في حاجات هتقعد معايا الشهر ده، وفي حاجات هتطول اكتر من الشهر. اول حاجه بقى كده اشتريتها وهي الرز. جبت رز الساعه 5 كيلو، انا على طول بستخدم رز الساعه او رز الضحى، تحفه. وجبت كمان ازازه زيت ذره كريستال. الازازه دي بتبقى 2 وربع. زيت الذره ده انا بستخدمه في الطبخ. وجبت زيت كريستال، دي اللي هي 5 كيلو، اهي 5 لتر. دي انا بستخدمها في القليه وكده. الذره بستخدمها في الطبخ واللي هي ديت بستخدمها في القليه. وجبت كمان رز بسمتي ابيض، ده من دوبيلا. عايزه اقول لكم الرز ده فظيع حلو جدا، وكمان هو مكتوب عليه ان هو طويل الحبه ودرجه اولى. خطير، في منه اللي هو الابيض ده وفي منه الذهبي. البطرمان ده بيبقى 2 كيلو على بعض، تحفه. جبت كمان صفيحة سمنة نيوزيلندي، دي من الحلوب المثالية. انا بجيب الحلوب يا اما بجيب شيراتون يا اما بجيب فرن. وكمان بجيب سمنة بلدي، انا ما عنديش اي نوع سمنة في البيت خالص، ما عنديش غير الزبدة بصراحة. ولسه على ما انزل بقى السوق واجيب سمنة بلدي فلسه. فقلت اجيب دي مع السمنة البلدي برضو بستخدمها. دي كانت كيلو 600 جرام. وانا هناك بقى لقيت السمنة دي مكتوب عليها عزبتنا وسمنة جاموسي طبيعي صافي. في منها اللي هي الربع كيلو، في النص كيلو. جبت البطرمان اللي هو النص كيلو، فقلت ان انا اجربها واشوف طعمها، لو حلوه ان شاء الله هبقى اجيب منها على طول. بصوا، هي شكلها مخرزه وجميله وريحتها تحفه. انا هجربها معاكم بعد الفيديو ده. هنعمل مع بعض كبده بلدي وكده، وهقول لكم رايي فيها حلوه ولا وحشه. جبت كمان البطاطس دي الكيس ده 2 كيلو ونص اهي، مش الرفيعه، انا جبت اللي هي العاديه السميكه شويه. وجبت كمان نفس الماركه، بس اللي هي المزجزجه دي، بتبقى حلوه جدا في السندوتشات، في التورتيلا، في العيش السوري، او بناكلها كده جنب اكله سريعه، فظيعه. جبت الكيسين دول، دي كيلو ودي 2 كيلو ونص. جبت كمان التونه دي قطعه واحده، المفروض ان هي قطعه واحده، اهي. جبت 4 علب. في اليوم اللي انا مش عامله فيه غدا وكده او مكسله او تعبانه، بطلع على طول علبه تونه وتتعمل، يا اما بنتعشى بيها يعني عامه. جبت 4. وجبت كيس شوربة خضار من بسمة. وجبت كيس ملوخية من مونتانا، تحفة. انا على طول كنت بجيب اللي هي زفريكس، ومونتانا برضو لما جربتها لقيتها حلوة. وجبت كيس ورق عنب برضه من مونتانا، فظيع. وجبت هوت دوج من حلواني، عشان نبقى نعمل مع بعض كده وصفة ان شاء الله الفترة الجاية. وجبت كيسين مكرونة سباكيتي من حوا، ما بيبقاش فيها نشا خالص، بيبقى طعمها حلو جدا. مكرونة على طول انا بستخدمها بتبقى من حوا. وجبت كمان سكر. وجبت علبة شاي ليبتون. وجبت بطرمان نوتيلا، هعمل لكم وصفة حلوة برضه هتعجبكم الفترة الجاية. وجبت كمان بطرمان مربى من حلواني، بحبها، بتبقى كريمي كده شوية. وجبت علبتين لبن، ده لبن خالي اللاكتوز، جبت واحدة لمار وواحدة جهينة. وجبت علبة جبنة بالبسطرمة اللي هي دومتي بلس، دي حلوة جدا بستخدمها في السمبوسة، خطيرة. وجبت زبادي يوناني عشان هتبل فراخ. وكمان جبت جبنة ملح خفيف. وجبت كيسين بقسماط ريتش باك. وجبت كيس فيجيتار حار. وجبت كيسين ملح من كوكس. وجبت ملح هيمالايا من كوكس برضو. وجبت هنا علبة سكر ستيفيا، عشان ان شاء الله يعني ناوي اعمل دايت ان شاء الله يعني.
وجبت هنا بهارات جرام مسالة علشان خاطر هعمل لكم كبسة حلوة ان شاء الله، هنزلها لكم برده في الفيديوهات الجاية. وجبت الخلطة دي بتبقى مقرمشة كده، بتخلي البانيه او الفراخ بتاعتي مقرمشة وحارة. فبصوا دي حارة، في منها العادي مش حارة بس بتبقى طعمها تحفة. بخلط منها شوية مع البقسماط ده وبتبل بيها بقى، يعني احمر بيها البانيه او الفراخ، بتبقى فظيعة. وجبت كمان بهارات بطاطس، وجبت كمان بهارات كبدة من باب الشام، خطيرة مستغناش عنها. جبت دبس رمان من دوبيلا. جبت صوص البيتزا ده من لافيدا، تحفة، ما كنتش اعرفه، جربته كده من فترة لقيت طعمه فظيع. لو مش قادرة ان انا اعمل الصوص بتاع البيتزا بتاع الصلصة ده كده فظيع، فيه كل حاجة وفيه زعتر وفيه كل حاجة، طعمه حلو جدا. وجبت كريم كراميل عشان عايزة اعمل كريم كراميل، وعايزة كمان اعمل بطاطا بكريم كراميل اللي انا نزلتها لكم من يومين كده. وجبت كيس فول من الضحى عشان هدمس فول معاكم ان شاء الله، ممكن انقعه النهارده وان شاء الله نعمله مع بعض في فيديو بكره. وجبت كيس عيش تورتيلا. وجبت عيش بلدي، انا لسه اول مره اجرب العيش البلدي من ريس باك بصراحه، بس انا جبته علشان الكبده بتاعت النهارده اللي انا هعملها. ولقيت كمان ده جبته من طلبات، عيش بلدي من سيبس، قلت اجربه. وجبت كمان جيلي عشان عايزه اعمل جيلي بالموز. بصوا علبه الجيلي دي بيبقى فيها 3 باكت، الكريم كراميل ده فيه 2 باكت، في اللي هو الواحد بس انا جايبه اللي هو الاتنين، وجايبه الجيلي اللي هو التلاتة. وانا جايه بقى كده في الطريق لقيت واحد بقى كده واقف بيبيع مانجا فص، لقيت اخر 2 كيلو فخدت بقى ال 2 كيلو كلهم كده زي ما انتم شايفين، ولقيت عنده كمان كانتالوب فجبت كانتالوب، وجبت كمان موز. الموز كان خلاص قرب يستوي بس قلت ان انا هستخدمه النهارده اعمل بيه جيلي. بصوا كده دي المشتريات اللي هي بتاعه المطبخ والتلاجة. تعالوا بقى اوريكم كمان المنظفات والحاجات اللي انا جايباها للشاور والشامبو والحاجات دي كلها. هشيل بس الحاجات دي وهرجع لكم تاني. جبت كمان بقى كرتونة المية دي، ان شاء الله هبقى اسقعها هوزعها بقى ان شاء الله. اهي ده حجمها 600 مللي، جبت كرتونة فيها 20 واحدة. وجبت كمان برسيل 5 كيلو، اللي عندي جوه قرب يخلص، فجبت الشكارة دي بتبقى 5 كيلو. وجبت كمان معطر الملابس ده من فريدة، عايزة اقول لكم ريحته خطيرة، هو بالبينك، انا عندي جوه البينك لسه ما خلصت، فحبيت بقى ان انا اجيب اللون ده والريحة دي، عايزة اقول لكم ريحته تحفة، بحبه قوي في ريحة الملابس، خطير. الجيركن ده كده ال4 لتر، في منه 2 لتر، مش عارفة بقى في منه لتر ولا لا. هو ده، جبت كده 4 لتر، بيبقى اوفر وكمان بيقعد معايا وقت اكتر. وجبت كمان كلوريكس للالوان للغسالة، مش على طول بستخدمه في الغسالة طبعا، بستخدمه بس لما يكون في بقع في الهدوم ولا حاجة، بس كده. وجبت كمان الهاند ووش ده من فريدة، الجيركن ده بيبقى 4 لتر، عايزة اقول لكم الريحة بتاعته تحفة وكمان الرغوة بتاعته حلوة. في منه اللي هو ال2 لتر ده ال4 لتر. عايزة اقول لكم ان انا بحطه على طول في الحمام، العلبة اللي هي المخصصة للهاند ووش كل ما بتفضى بقعد املى من الجيركن ده، خطير خطير خطير، حلو قوي، بقالي فترة كده بستخدمه. بجيب اللي هو اللي بالعود واللي بجوز الهند، خطير. ده بقى اول مرة اجربه، بس عايزة اقول لكم ان انا شميت ريحته فظيعة، ده بالتوت، بصوا خطير. جبت بقى الشامبو ده من دوف، اللي عندي لوريال اللي انا كنت موريه لكم في المنتجات اللي انا بستخدمها للشعر وكده، خلاص قرب يخلص، فانا كل فتره بغير نوع الشامبو بتاعي، ما بستقرش على نوع واحد عامه يعني، هو الصح ان انت كل فتره تغيري الشامبو بتاعك، فانا حبيت المره دي ان انا اجيب دوف. بصوا ده اللي انا جبته اللي هو العادي اللي هو العنايه اليوميه، تغذيه للشعر الجاف، يغذي لشعر ناعم ولامع،
وجبت الشاور جيل ده من مود، ريحته جبارة بجد بجد. انا اول مرة اجرب اللي هو بالريحة ده، فظيع بجد، كأنه برفيوم، ريحته تحفة تحفة. انا على طول بستخدمه، بس اول مرة اجيب اللي هو ده. انا عندي البينك، بستخدم اللي هو العلبة اللي لونها بينك، والموف، واللي هو بجوز الهند خطير. ده اول مرة اجيبه بصراحة، بس هناك شميت ريحته فظيعة جبار. وجبت الشاور جيل ده من كامي بريحة العود، خطير. بصوا اللي هو الكامي ده بيبقى لتر على بعضه، المود ده بيبقى 750 جرام، خطير. كامي ده اول مرة اجربه بالعود، ريحة العود دي اول مرة اجربها، بس ريحته تحفة. وجبت كمان العرض بتاع المناديل ده، فيها 6 باكت. احنا بنستخدم مناديل كتير، فحبيت ان انا اجيب العرض ده كده على بعضه. دي مناديل زينة، الباكت الواحد فيه 500 منديل. انا جايبه اللي هو الثلاث طبقات، بيبقى اتقل واحلى. ده كان فيديو النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. دي كده مشترياتي البسيطه اللي هي خربت الدنيا. هي مش بسيطه بصراحه، بس الحاجات دي طبعا مفيش بيت بيستغنى عنها طبعا، فالحاجات دي انا بجيبها كل فتره، بتقعد معايا فتره حلوه. في حاجات بتقعد طبعا شهر، في حاجات بتقعد شهر ونص، في حاجات اقل طبعا. لكن الحاجات اللي هي في التلاجة دي عامة هي بتخلص على طول، زي اللبن مثلا بيتجاب كل كام يوم او كل اسبوع. لكن المنظفات والحاجات دي كلها انا بحب ان انا اجيب اللي هي الابوات الكبيره، علشان بتبقى موفره اكتر، وكمان بتقعد معايا كميه كبيره، بدل ما كل شويه ان انا انزل اجيب بقى الحاجات دي كل شويه. ممكن بخلي المشتريات بتاعه الاسبوع او يعني كل كام يوم، يعني مثلا اسبوعين كل اسبوع، اللي هي بقى الحاجات اللي هي بتاعه الفريزر، الفراخ، اللحوم، الكلام ده كله. اللبن، الجبن طبعا على طول بتخلص. فهي دي الحاجات اللي انا كنت محتاجاها في البيت واشتريتها. جبت بقى شويه حاجات تاني للبشره، وجبت حاجات ميك اب وكده، فان شاء الله هخليها لكم في فيديو تاني طبعا، عشان الفيديو ده كده هيطول، فمحبتش ان انا اطول عليكم. بس هقفل معاكم الفيديو ده، وهطبخ بقى ايه الكبده ان شاء الله، هتنزل لكم بعد الفيديو ده على طول. هنزلها لكم لوحدها في فيديو. نعمل مع بعض النهارده كبده بلدي وشويه بطاطس بقى كده وطحينه، فاستنوا الفيديو ان شاء الله هينزل لكم بعد ده. ما تنسونيش بقى في لايك وكومنت حلو كده منكم لو عجبكم الفيديو. استنوا ان شاء الله فيديوهات تانية كتير هتعجبكم. باي باي.